السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة تنفع في فطار رمضان، بس عشان أكون صادقة معاكم ده فيديو قديم. تمام، مش في رمضان، يعني مش الغدا ده كنت عاملاه في رمضان أو فطار رمضان، لا ده كان غدا عادي في يوم عادي. فقلت ايه امنتجه وانزله لكم، يعني كان موجود عندي بس ما كنتش منتجته. تمام. طبعا لان انا متعوده معاكم على الصراحه، كان ممكن اطلع واقول لكم ده فطار رمضان وكده. وكنت عاملاه على الفطار في رمضان والكلام دوت، لكن انا طبعا ما احبش ان انا اعمل حاجه زي كده، او اكذب، ليه اكذب اساسا يعني. فاهمين قصدي ايه؟ فده فيديو قديم عندي، فقلت امنتجه كده ايه وانزله لكم. وبرده فكره عادي جدا تعملوها في ايه في رمضان كفطار لرمضان يعني. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان يعود عليكم يا رب. اول حاجه كده خالص جبت عندي بقى بصل كده وقطعته في الكبه، عشان هعمل بيه حاجتين. الاول هضرب البصل، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. بس قبل ما ابتدي بقى الفيديو خالص كده، ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب وتسيبوا لي كومنت حلو زيكم. هنا بقى اهو هبتدي اضرب البصل الاول عشان هاخد حبه كده، عشان هعمل بيه الخضار اللي هعمله. طبعا احنا في رمضان بيبقى كل يوم تقريبا عايزين نطبخ ونعمل خضار وكده، والاكل الصراحه بيبات، وبصوا مش عارفه اقول لكم يعني بجد. انا كنت بحب الاكل عموما ان يقعد عندي يومين وكده. بس في رمضان الموضوع بيبقى مش عارفه، بيبقى الاكل بيبقى تقيل في رمضان غير الايام العاديه الصراحه. بيبقى عايز اكل صباح يوم بيومه. بس الصراحة برضو في رمضان ما فيش وقت ان الواحد كل يوم يعمل اكل وكده، يعني برضو لما بيصدق يبقى عنده اكل تاني يوم يسخنه. بس الاكل فعلا في رمضان سبحان الله تحسه فيه بركة، ما بيخلص. مش عارفة يعني، الصراحة مش عارفة في حاجة كده ايه غلط. بس طبعا دي بركة رمضان وبركة ربنا. مش قصدي طبعا في حاجة غلط يعني حاجة وحشة، لا مش قصدي كده. يعني الاكل فعلا ما بيخلص، مش عارفة ليه. فممكن بقى زي ما قلت لكم طبعا رمضان شهر البركة والخير، فممكن يكون ده سبب من الاسباب. بس المشكلة ان الاكل البايت في الايام العادية عادي، في رمضان بيكون تقيل. ومهما تقللي من حجم الاكل تلاقيه برضو فضل لتاني يوم. فاهمين قصدي إيه؟ اكيد كلكم نفس القصة دي. بس بيني وبينكم اهي راحة، يعني ايه ان احنا تاني يوم ما بنعملش اكل وبنرتاح. المهم انا هنا بقى ايه، جبت بصلة كده وتبلتها على النار بمعلقة سمنة. اول ما تبتدي تصفر معايا هنزل عليها بالصلصة اللي انا مفرزاها معاكم في الفريزر. تمام. وعايزه اقول لكم بقى الصلصه اللي انا عاملاها والثوم اللي عملته والحاجات دي. هنا حسيت ان انا عايزه حبه بصل تاني حطيته. مساعداني جدا. بقوم يا دوبك طبعا برضو الفراخ والحاجه اللي انا جايباها برضو شايلاها في الفريزر الايام دي، مساعداني كتير. بقوم الصراحة الأكل ما بياخدش معايا وقت خالص، فالموضوع بيكون سهل. وإن شاء الله بقى هنزل لكم برضو عزومة كنت عاملاها كده بإذن الله بعد الفيديو ده يعني. تمام. هنا بقى بعمل ايه، نزلت كده بالصلصة على البصلة اللي اصفرت معايا، وطبعا ايه يعني حطيت في الكيس حبة مية كده مطرح الصلصة ونزلتها. بس كده. سبت بقى ده. انا عندي فراخ بصوا نقعاها في دقيق، بحب اوي اغسل الفراخ بدقيق، وطبعا ملح وليمون، وسايباها كده ايه في الميه تتنقع ايه عشان ما يبقاش فيها اي زفره. هنا بقى حطيت على البصل اللي فاضل في الكبه طماطم، آم، كاري، طماطم، كاري، كمون، كزبره، ملح. ده بقى هنا دبس رمان حلو جدا عجبني قوي، على طول هجيبه، ما كنتش بستخدمه على فكره. دبس الرمان. دبس الرمان والصويا صوص من الصوصات اللي جبتها وعجبتني جدا. هحط برضو معلقه صلصه. تمام. وكده هحط ايه، ملح. يبقى التتبيله بتاعتنا هقولها لكم تاني عشان انا اتلخبطت. بصل، طماطم، دبس رمان، ليمون، اوكي، وبهاراتك بقى ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، كاري، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، اي بس اهم حاجه الكاري. وطبعا فراخ يعني فلفل اسمر، دول اهم عنصرين لازم تحطيهم بجد، بيدوا يعني بيغيروا طعم الفراخ 180 درجه. مسكت بقى الفراخ بتاعتي كنت مقطعاها كده تقريبا على 8 قطع عشان تستوي معايا كويس. تمام. وبدأت ايه، اتبل بقى الفراخ كده تحت الجلد، وطبعا كنت شقاها كده بالسكينه لان الفرخه كانت ما شاء الله حجمها كبير يعني. وبدأت ان انا امسك حته حته كده وادلكها بالتتبيله ديت وادخل تحت الجلد عشان
تبقى معايا متبله كويس قوي. تمام. وهسيبها بقى شويه كده منقوعه. طبعا التتبيله دي اعمليها بقى في نفس التتبيله كده قبليها في يوم، وحطيها في التلاجة. يا سلام على الطعم، بتبقى حاجه تانية غير لما بتدخل على تسيبيها ساعه او ساعتين وتسويها. فرق شاسع. يعني انا كنت عاملاها في العزومه في رمضان الصراحه، عشان كنت عاملاها قبلها بيوم، فكانت رهيبه رهيبه بمعنى كلمه رهيبه، احلى من دي، لان دي كانت ساعتين تلاتة. وطبعا سويتها فما عادتش في التتبيله مده كويسه. فاهمين قصدي ايه؟ فكل الفراخ كل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما طعمها يحلو وتبقى حلوه قوي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتبقى ايه، انا عامله لكم فيديو كده لوحده اسمه تجهيزات العزومه. تمام. يعني هخليكم ازاي تبقوا تعرفوا ترتبوا نفسكم يعني، وتنظموا نفسكم في العزومه، وتبقوش يعني ايه بتلفوا حوالين نفسكم يوم عزومه. لا، لما تجهزي حاجتك قبلها بيوم بالليل الموضوع بيبقى سهل جدا جدا، وما بتحسيش ان انت تعبتي او اهلكتي. لا، الموضوع صدقوني بيبقى اسهل مما يكون. تمام. هنا بقى ايه، عندي السبانخ بنضفها كده زي ما انتم شايفين. ب... يعني بغسلها قبل ما بقطعها. تمام. ليه بقى بغسلها قبل ما بقطعها؟ عشان لما بنغسلها بعد التقطيع بنضيع فايدتها خالص. فانا باخد بقى ايه، بقعد انقي منها اي ورقه بايظه برميها. الصراحه كانت فيها كتير بايظ ما كانتش عجباني. ما كنتش انا يعني اللي جبتها من السوق وكده. فالراجل يعني عطاها لابني مش كويسه، يعني بتاع الخضار اللي في وشنا دوت ما عطالهوش كويسه يعني وحلوه. ضحك عليه بمعنى اصح. فانا بقى ايه قعدت انضف بقى ايه الحلو والوحش بقيت ارميه. ده كان تقريبا قبل رمضان بيومين تلاتة كده. كنت محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه. رحت كان عندي فرخة في التلاجة طلعتها وبعت ابني يجيب لي سبانخ من بتاع الخضار اللي في وشنا، وخلاص على كده. وعملت رز وكان يوم وعد. والاكل ده طبعا قعد عندي يومين كمان، يعني مش يوم ولا حاجة. هنا بقى بص هفضل اغسل بقى في السبانخ واصفيها وارجع اغسلها تاني لحد ما اتاكد ان هي نضفت كويس جدا. وبعد كده بقى ابتدي ايه اقطعها. بلم بقى ايه الكركبه اللي حواليا دي الكيسه اساسا اللي كان فيها السبانخ، بلم فيها ايه بقى البواقي بتاعت السبانخ ديت، ان انا الورق اللي ما كانش عجبني ورميته، والحتت اللي فوق وكده. في حبه تتبيله هنا انا سايباهم في الكبه، هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. بصوا بقى هغسل فيها على قد ما اقدر. انضف بس كده ايه الرخامه حوالين مني عشان ما بعرفش اشتغل كده والدنيا مكركبه حواليا يعني. غسلت اهو السبانخ. انا صليت التراويح وقلت ايه منتج لكم الفيديو ده وانزله عقبال ما منتج لكم الفيديو بتاع العزومه ان شاء الله. هنا بقى الفراخ الصلصه هي كانت خلاص اتسبكت، بس لسه عايزه اقطع السبانخ بقى واحطها فيها. هبتدي اعمل الرز بقى الاول، وكمان هسوي بقى ايه الفراخ. وحبه التتبيله بقى اللي انتوا شفتوها دول على الرخامه، دول انا هقشر بطاطسايه كده عشان انا ماليش في السبانخ قوي، وهحطها فوق ايه الفراخ. كانت طعمها حلو قوي قوي. هنا بقى حطيت السمنه وحطيت حبه زيت، وهنزل بقى بالشعريه بتاعتي وهقلب لحد ما الشعريه تصفر معايا. وبعد كده هنزل يا اما بالميه يا اما بالرز، الاتنين سيان، ما فيش اي فرق. يعني انا بالنسبه لي بعمل ده وده، الرز بيبقى نفس الطعم. بس انا ممكن هنا انزل بالميه الاول لان كان لسه ما عنديش كاتل. بس انا الحمد لله نزلت اهو بالميه الاول. بس الحمد لله اشتريت كاتل يعني. يا رب بقى ايه. لا ده انا لسه هنا بحط الشعريه، حطيت السمنه والزيت وبسقط الشعريه. بس انا تقريبا هنا هسقط الميه وبعدين الرز، لاني زي ما قلت لكم كان الكاتل بتاعي بايظ. بس انا جبت يعني كاتل، يا رب بقى ما يبوظ تاني عشان انا ماليش حظوظ خالص في الكاتل. الميه بقى بعد ما غليت نزلت عليها بالملح، وهنزل بقى ايه بالرز. بس كده.
انا ليه بحط الميه الاول؟ عشان تغلي، لان انا زي ما قلت لكم ما بيكونش عندي ميه مغليه، عشان كده بسقط الميه وبعد كده بسقط الرز. وزي ما قلت لكم برده في الحالتين الطعم هو مفيش فرق، بس بيقولك يعني الاحسن تشوحي الرز مع الشعريه وبعد كده تنزلي بالميه المغليه يعني، ما ينفعش تنزلي الميه بارده، خلي بالك. انا هنا بنزل بالميه تغلي وبعد كده انزل ايه؟ بالرز. فاهمين قصدي ايه؟ بس كده بقى هحطه بقى واسيبه ايه، اول ما يتشرب هوطي عليه وانقله على العين الصغيره. السبانخ بتاعتي ايه كانت منقوعه بقى، هبتدي ايه اقطعها وهسقطها وهعمل الطشه بتاعتها وخلاص، على كده تبقى اكلتنا خلصت. بصوا بقى خلاص اهي، شايفين بقى صينيه الفراخ بالبطاطس كان طعمها حلو قوي قوي، كانت ما شاء الله طعمها لذيذ. وادي الرز، وادي السبانخ بتاعتي عملت لها بس الطشه بالثوم والكزبره وطشتها عليها وخلاص، على كده اكله حلوه طبعا مغذيه جدا، السبانخ كلها حديد لاولادنا. بس كده بقى، متنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.